مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. اهلا بيكم في الحلقة الخامسة من برنامج اي كلام مع رانيا. كان في موظفة جديدة اتنقلت قسم جديد، واول ما دخلت واتعرفت على زمايلها قربت من واحدة معينة فيهم. كانت اكبر منها في السن شوية، يمكن عشان كان بينهم حاجات كتير مشتركة، نفس التفكير، نفس الاسلوب، نفس الثقافة، نفس الحكاوي اللي بيحكوها مع بعض. كانوا بيفطروا مع بعض كل يوم، وكانوا بيقضوا مع بعض وقت طويل جدا. وكان اي حد واخد باله جدا ان الاتنين دول صحاب قوي برغم فرق السن اللي بينهم. وكانت طبيعة الحكاوي اللي بينهم والحوارات اللي بينهم للأسف كانت بتبقى عن سيرة حد أو كلام عن حد، أو يا سلام بقى لو في مشكلة ما بين اتنين وهما بقى يولعوا فيها ويحطوا الشطة والبهارات لحد ما المشكلة دي تبقى ايه، قنبلة تنفجر في وش الاتنين. وفضلوا كده فترة طويلة، فضلوا صحاب يمكن اكتر من 5 سنين. كل يوم بيقعدوا مع بعض وبيفطروا مع بعض وبيشتغلوا مع بعض وبيشاركوا مع بعض كل الحوارات وكل الاخبار، لحد ما واحدة فيهم تعبت تعب شديد وغابت عن الشغل فترة طويلة. تتوقعوا صاحبتها التانية عملت معاها ايه؟ يا ترى زارتها؟ يا ترى سألت عليها؟ يا ترى وقفت معاها في محنتها؟ توقعوا ممكن تكون عملت ايه؟ ولا سؤال اتسأل عليها، ولا مكالمة عملتها تطمن عليها، ولا زيارة، وكأن صاحبتها دي ما كانتش موجودة في حياتها أصلا. بالعكس، دي دورت على بديل تاني يشاركها نفس اهتماماتها ونفس حواراتها. يا ترى ليه؟ لأن هم أصلا ما كانوش صحاب. دولت اسمهم أصدقاء المصلحة. زي ما واحد يكون مصاحب واحد عشان معاه فلوس وغني، وبمجرد ما الفلوس دي تخلص ما يعرفوش. أو حد تاني مصاحب حد تاني لأنه هو في منصب عالي فمستفاد منه، اول ما يسيب المنصب ده ما يعرفوش. دول اسمهم اصدقاء المصلحة. هو بصراحة الناس دي اصلا المفروض ما نقولش عليها اصدقاء. هسيب لكم انتوا في الكومنتات تقولوا لي بتقولوا عليهم ايه بالظبط وبتتصرفوا معاهم ازاي. واشوفكم في الحلقة الجاية من برنامج اي كلام مع رانيا. باي باي.